السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الفيديو اللي معانا النهارده هنعمل صينيه الرقاق باللحم. هنعملها من الالف للياء يا جماعه، من اول ما نعجنه على ايدنا لما زي ما انتم شايفينه كده في الصينيه، بخطوات سهله وبسيطه وباقل تكلفه. تابعيني نعمله مع بعض، يلا بينا. اول حاجه بنخل الدقيق كويس. على فكره دول كيلو ونص من الدقيق وعليهم رشه ملح، وهبدأ أعجن فيه. الرقاق يا جماعة لا بيتحط له بودر ولا بيتحط له خميرة ولا بيتحط له أي مادة دهنية. هي رشة ملح وشوية المية والدقيق وفقط لا غير. زي ما احنا شايفين كده، مش هنزل بالمية مرة واحدة. أنا عايزة أتحكم في العجينة معايا، لأن عجينة الصيف الحر بتخليها تسيح يا جماعة، فلازم تكون يابسة شوية. كل لما ألاقي العجين محتاج مية فهنزل بكميات بسيطة، وأبدأ ألف فيها كويس. اول خطوة في نجاح المخبوزات ان انت تخدميها كويس في العجين. زي ما احنا شايفين كده، ما شاء الله، شايفين العجينة ملمسها ناعم وزي الفل. هبدأ بقى اقطعها لقطع صغيرة او كور صغيرة، رشة خفيفة من الدقيق على صينية، وهعملها حجم صغير خالص. انا عايزة اتحكم فيها وانا بفردها بحيث ان هي تكون رقيقة خالص مش سميكة، زي ما احنا شايفين كده. يلا بقى هعمل باقي الكمية وارجع معاكم. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، الكيلو ونص من الدقيق طلعوا معايا كمية محترمة. هسيبها بقى ترتاح قد نص ساعة عشان تكون سهلة معايا في الفرد. ده بعد ساعة الا ربع بالظبط، ما شاء الله، اللهم بارك، بتتفرد لوحدها. رشة خفيفة من الدقيق وابدأ افرد فيها. عجينة كويسة جدا وجاية مظبوطة. والله ما محتاجة لا نشابة ولا فريرة ولا اي حاجة، بس يدوب هي بتساعد معايا. جربي تعمليها في البيت، مش هتشتريها من بره تاني. وبكل واحد من الدقيق هتعملي كمية اللهم بارك. هسويها بقى على نار متوسطة. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات. شايفين ما شاء الله. دي كمان واحده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لو اتقطعت منك عادي ما يهمكيش. انت نفسك لو انت بتعمليه في الصينيه بالشوربه ولقيتي مكان فاضي بتكسري حته من الرقاق وتحطيها، فعادي اي قطع فيها عادي. ديك خلصنا كل الكميه اللهم بارك، مخدش معايا وقت خالص. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. انا غسلت اللحمه كويس بقى، عايزين الشوربه اللي هنبلي فيها الرقاق. وهدي اللحمه صدمه في الحله اللي هسويها فيها. انا من الناس يا جماعه اللي بحب اشوح اللحمه، مش بحب انزل فيها على ميه مغليه. الميه المغليه بتكون معايا بس لازم اشوحها برضه. وحدية بصل، طماطمايه، ملح،
فلفل اسود، مش اكتر من كده. بشوح اللحمة بكل الحاجات دي. اول ما تتشوح كويس بنزل بالمية المغلية. انا معاك، المية المغلية بتساعد في السوا كتير، بس لازم اشوحها برضه. خلاص، انا اول ما تبتدي تغلي معايا هدي عليها النار واسيبها تعيش مع نفسها. هبتدي بقى اعمل العصاق بتاع الرقاق. نص كوباية زيت، ومعايا بصلتين مفرومين ناعم. انا عملت معاكم قبل كده. اول ما ياخد لون معايا بنزل باللحمة. اللحمة دي انا فرماها في المحضرة، فمش عاملاها كويس. ما انا عملتهاش كويس يعني. فيها تكتلات عشان زي ما قلتلك انا عاملاها في المحضرة عندي، فما عملتهاش كويس. خلاص، هي خدت اللون الدهبي زي البصل. معايا بقى وحدية طماطم عملتها في الخلاط وصفتها كويس، وهنزل بيها. لو انت مش حابة تحطيها عادي براحتك، بس انا يعني بحس انها بتكسر اللون شوية، لون العصاق. بهاراتك بقى ملح وفلفل اسود، ده البهارات العادية خالص. ما شاء الله، الشوربة غليت هي كمان. هبدأ بقى ابل الرقاق واحطه في الصينية. لازم يا جماعة الشوربة تكون بتغلي، اللي هتبل فيها لازم تكون بتغلي. انا يا دوب خدت شوية من اللي انا عاملة بهم اللحم، وخليتهم يغلوا في الصينية. حطيه في الصينية، حط الصينية على النار وحطي فيه الشوربة عشان تساعد معاكي الرقاق تتفرد معاكي كويس. بدهن الصينية اللي هحط فيها الرقاق دهنة سمنة بالفرشة، وابدأ ابل واحدة بواحدة وانزل بيها. بقلبها على الجنب ده شوية والجنب ده شوية لما تتغرق بالشوربة خالص، واطلعها احطها في الصينية. كل طبقتين بدي رشة سمنة. لو انت حابة تحط سمنة نباتي دي براحتك، زي ما احنا شايفين كده. زي ما قلت لك، لو انت محتاجة حتة حتة مكانها فاضي بتكسري لها حتة عادي. ده كله مش بيبان في الاخر. زي ما احنا شايفين كده، اللهم بارك. لو ما عندكش شوربة تقدري تستبدلها بلبن، بس هو بيكون فيه نسبة دسامة اكتر يعني. بس طبعا بتحطي اللبن ملح وفلفل اسود. شايفين؟ اللهم بارك. جربي الطريقة دي واحكمي بنفسك. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش باللايك والشير، وحطوا اللايك يا جماعة بالله عليكم. زي ما قلت لك، ده رشة السمنة. كل طبقتين بدي رشة سمنة. بحط نص كمية الرقاق، وبعدين العصاج، وبعدين النص التاني، زي ما هنشوف كده. بس كل طبقتين بدي رشة سمنة يا جماعة. لو عندك فرشة يكون احسن. انا عندي، بس بصراحة في الوقت ده ما لقيتهاش. ده كمية العصاج اللي معايا. انا عملت دلوقتي نص كمية الرقاق، وحطيت العصاج، وهحط كمية الرقاق التانية. على فكرة مش كل الكمية اللي طلعت معايا. ده انا عندي لسه كمية اللهم بارك بعمل منها فتة وحاجات زي كده. انا فردته كويس. هبدأ بقى اعمل الطبقات التانية بنفس الطريقة اللي عملت بها الاول. كل طبقتين من الرقاق بدي رشة سمنة، والعصاك في النص، وباقي كمية الرقاق تاني. رشة سمنة تاني.
قبل ما ادخله الفرن بقى همسكه اقطعه كويس. ده بيساعد معايا خالص، ويكون سهل معايا بعد ما يستوي. وبيستوي كويس، بيساعد في سواه كويس قوي كمان. شايفين الصينيه اللي كان فيها العصاج؟ انا ما غسلتهاش. كوبايتين اتنين لبن وعليهم رشه فلفل اسود، وهقلبهم في الصينيه دي. صينيه الرقاق خدت بالظبط 5 دقايق. بعد 5 دقايق اول ما تبتدي تغلي هنزل بكوبايتين اللبن دول، زي ما احنا شايفين كده. جربي التركايه دي وادعيلي. ما شاء الله بيخليها زي الفل، وبيديها لون ذهبي ما شاء الله. اللهم بارك بألف هنا لكل اللي أكل منها. شايفين لونه؟ على فكرة دلوقتي ده ما كنتش لسه خرجتها من الفرن، اديتها بعدها 5 دقايق. هي متقطعة فبالتالي يعني متحددة. أنا بسلكها بس بالسكينة، بتطلع معايا بكل سهولة. اللهم بارك، طالع زي الفل. شايفين؟ وكريسبي من تحت ومن فوق ما شاء الله، وطعمه زي الفل. اللهم بارك، مخليه في حتة تانية خالص، زي ما احنا شايفين كده. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه. حطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات، وقولوا تسلم ايديك. شايفين؟ اللهم بارك. ده كان غدانا النهارده، حبيت اشاركه معاكم. يا ريت بقى ما تنسيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.